لله توجنا مؤخرا ببطوله وطنيه للريكبي 15. كنشكر الدراري على الروح القتاليه وعلى الموسم لانه كان صعيب بزاف، ولكن الحمد لله في الاخير توجنا بواحد العناء وتوجنا في مدينه الدار البيضاء. كنشكر الدراري بزاف على الروح القتاليه ديالهم، كنطالبوا مسؤولي المدينه باش يلتفتوا لهذا النادي ويشجعوا هاد الوليدات باش يزيدوا يحققوا القاب مقبلين ان شاء الله. انتزعنا اللقب من قلب الملعب نتاع النادي الاولمبيك البيضاوي، وهذا الشيء ما كان سهل لان المقابله كانت واحد المقابله قتاليه. ومن هذا المنبر كنحيي الدراري، كنحيي اللاعبين اللي قاتلوا، اللي ديما كيضحيوا بالغالي والنافس باش جبنا هذه البطوله. ومن هذا المنبر عاوتاني كناشد المسؤولين باش زعما يعطيونا واحد الالتفاته، لان هاد اللاعبين يستاهلوا كل خير اللي ديما كيقاتلوا كيشرفوا المنطقه من المنطقه الشرقيه وكيشرفوا مدينه وجده وكيشرفوا الريكبي المغربي. والحمد لله ربي ما خيبناش هاد السنه، ومن هذا الساعه ان شاء الله غادي نرفعوا التحدي ان شاء الله باش نمشيو لمدينه اكادير السيمانه المقبله ان شاء الله باش نجيبوا كاس العرش. الفريق هذا جاب هذه البطوله هذه رقم 56 بعد مجهودات كبيره نتاع اللاعبين، الطاقم الفني والطاقم الاداري، والحمد لله هذا اللقب تاع البطوله الوطنيه نديو لجميع الجماهير الوجديه، ونطلبوا واحد الالتفاته من المسؤولين تاع مدينه وجده ونتاع جهه الشرق يديروا واحد الالتفاته لهذا الفريق باش يزيد يحقق القاب اخرى اللي راه يطمح لها. بغينا اكثر من 56، الطموح نتاعنا اكثر واكثر، نزيدوا ان شاء الله. هاد 56 لقب واحد الارث تاع لعابه قدام ومدربين الله يرحمهم، منهم الحاج التومي الله يرحمه، خلانا هذا المشعل هذا، والحمد لله رانا غاديين في الطريق الصحيح، ونطلبوا ربي السيمانه الجايه ان شاء الله يوفقنا باش نجيبوا كاس العرش. المقابله اللي لعبناها في النهائيه مع الاولمبيك البيضاوي كانت مقابله صعبه، وكنشكر اللاعبين والمدرب والمكتب المسير اللي وفروا لنا واحد الظروف اللي كانت مزيانه رغم كل الصعوبات، وفاتت المقابله في اجواء رائعه، والحمد لله قدرنا نحافظوا على البطوله الوطنيه، ونتمنوا ان شاء الله المقابله الجايه اللي عندنا في كاس العرش ان شاء الله حتى هي نكونوا في المستوى. كانت المقابله صعبه في مدينه الدار البيضاء، والحمد لله ربي ما حشمناش وتوفقنا تما في مدينه الدار البيضاء، انتعزنا اللقب من تمايا. وكنشكروا المكتب المسير ديال النادي المولوديه الوجديه قياده الحاج الطاهر والمكتب المسير دياله كامل والطاقم الطبي. حنا واحد الفوز اللي كان صعيب من الدار البيضاء، والحمد لله حصلنا على البطوله هذا العام سنه 2024 2025، وكنتمنوا ان شاء الله باش اننا نحققوا اللقب الثاني هذا الموسم لكاس العرش، وان شاء الله نجيبوا واحد اللقب الثاني لهذه المدينه هذه. وكان هذا اللقب كنهديوه لساكنه وجده والمشجعين المولوديه وجده الريكبي. كنحب نهدي هذا اللقب لمدينه وجده الساكنه. كنشكر اللاعبين على المجهودات ديالهم، المكتب المسير، كل اللي كاع اللي دعمنا، وكنطلب من المسيرين انهم يدعموا هذا الفريق باش يحقق نتائج اخرى لمدينه وجده. وكان نحيي الجمهور اللي ساندنا في المباريات هنا طيله الموسم. الحمد لله رغم الصعوبات وكان عندنا لي بليسي، واخا داك الشيء ما كيمنعش اننا نجيبوا التيتر لمدينه وجده. الحمد لله ربي وفقنا وجبناه. كنبغي نشكر جميع اللاعبين اللي حتى هما كيضحيو وكيكونوا واحد المجهودات جباره. نشكر المدرب والرئيس حتى هو اللي ديما واقف معنا، المكتب المسير. الحمد لله توجنا بالبطوله هذه السنه، ورحنا في النهائي نتاع كاس العرش اللي حتى حنا نطمحوا باش نتوجوا به ان شاء الله. وكنطلبوا من المسؤولين باش يدعموا هذا الفريق، شي التفاته طيبه، يكرموا هذه اللعابه ويتهلاو فيهم كي قالها واحد، لحقاش هما اللي راهم رافعين الرايه نتاع المدينه. وكنشكروا اللعابه على التضحيات ديالهم، وراه ما جاش هذا الشيء بالسهله وديها السي علي اللي هاد التمرين تاع المجهود تاع السنه. انا من الصغر ديالي وانا عايش مع المولوديه الوجديه الريكبي. التحقت اول عام ديالي مع فئه الكبار، والحمد لله ربي ما خيبناش. كان اول لقب ديالي مع السنيور مولوديه الوجديه. ان شاء الله غادي يكون ثاني لقب ان شاء الله غادي نجيبوه في مدينه خريبكا في كاس العرش. البروغرام ديال اليوم ديال هذا العام كان عباره عن ذهاب واياب، كانوا 4 ديال الفرق
تمكنا الحمد لله من الفوز في جميع المباريات. المباراة نتاع النهائي كانت عندنا في الدار البيضاء امام الخصم اولمبيك البيضاوي، وتمكنا الحمد لله من حصد هذه البطولة هذه. وهذا الشيء كيعود بفضل اللاعبين والتدريب، والحمد لله حتى المدربين اللي واقفين معنا، وكذلك المكتب المسير. اول حاجه كنبغيو نشكروا المدرب واللاعبين اللي بينوا على واحد النديه واحد القتاليه كبيره في المباراه النهائيه. الحمد لله فزنا في جميع المباريات نتاع هذه البطوله المصغره وفزنا باللقب الحمد لله. وكنبغيو نشكروا الجمهور الوجدي، وكنطالبوا الجهات المسؤوله والجمهور الوجدي بالدعم ديالو المادي والمعنوي.